هوريكم ازاي من الفلفل الاحمر الحراق نعمل احلى هريسه شطه وكمان سويت شيلي صوص. اهم حاجه في الوصفه دي هي الجلافز عشان ما نزعلش، وبعدين الفلفل الاحمر الحراق ويكون طازه على قد ما نقدر. ولو ما تعرفوش فالبذر والجزء الابيض اللي جوه الفلفل هو المسؤول عن الحراره في الفلفل. معنى كده ان احنا نقدر نتحكم في حراره الهريسه بتاعتنا اننا نشيل البذر والجزء الابيض اللي جوه من كميه من الفلفل. اضرب الفلفل كويس قوي في الكبه مع معلقه صغيره من اي نوع ملح عندكم. عاده بشوف الفيديوهات بيحطوا توم مع الفلفل هما بيهرسوه، انا شخصيا مش بفضل الحركه دي علشان كل ما كانت ساده كل ما كان عندي مساحه اكبر ان انا احطها في وصفات اكتر. افرم فلفل ناعم على قد ما اقدر واحطه في مصفى وهيتصفى معايا بمنتهى السهوله عشان احنا حاطين فيه ملح. الميه دي خطيره للمخللات والتتبيلات، بس انا المره دي هعمل بيها سويت شيلي صوص. الفلفل بقى هطبخه على نار هاديه جدا، يفضل في حاجه واسعه، واحط عليه الملح والسكر وكميه من زيت الزيتون. هكتب لكم تحت في الكابشن الكميات بالظبط. اهم حاجه نار هاديه جدا وايديا فيه كل 5 دقائق تقريبا بقلبه علشان مش عايزه القعر يتحرق. هيحتاج تقريبا من 20 ل 30 دقيقه هعرف انه استوى. هتلاقوا بقى كتله واحده كده، كميه الزيت البسيطه اللي حطيناها بدا يطردها، وكمان بقى شبه المعجون من كتر ما هو بقى متماسك وطري. هقفل النار واحط باقي كميه زيت الزيتون واتاكد ان الفلفل اتشبع كويس بالزيت. اجيب البرطمانات الازازه تكون مغسوله ومتعقمه كويس واعبي فيها الهريسه بتاعتي. البرطمانات سخنه فانا عبيت الهريسه على طول وهي سخنه. لو البرطمانات عندكم دفيت استنوا الهريسه لما تدفى شويه. ولازم تجربوا تعملوا كميه من غير بذر خالص علشان بتبقى خطيره على الفطار مع البيض الاومليت ومع سندوتشات الجبنه الكريمي. هي بتبقى حراقه برضو بس محتمله مش زي لو فيها بذر. هنزل الصوص على طول الفيديو جاي عشان ما اطولش عليكم. ما تنسوش اللايك والفولو.